جت فترة طبعًا يعني معانا مثلًا لمدة 20 سنة متواصلين كل الشباب بيقرا، وبعدين جت فترة ابتدت التكنولوجيا تطغو على القراية والكتابة بالموبايلات وبالأجهزة الإلكترونية والكلام دوّة، فابتدى نحس إن ابتدت القراءة تضعف وابتدوا يتجهوا إلى الوسائل الإلكترونية. بقالنا سنتين 3 كده رجع الشباب تاني الجديد، الجيل اللي طالع تاني اللي أولياء أمورهم أو إخواتهم الكبار ابتدوا يخلوهم يقروا تاني. فابتدى الجيل الصغير اللي طالع يرجع تاني يقرا في كل المجالات، يعني هو خيال علمي، بوليسي، رومانسي، احنا متنوعين في كل انتاجنا في كل حاجة. في حاجات رومانسية، في حاجات خيال علمي، في حاجات رعب، انما الشباب ابتدى يرجع يقرا تاني في المجالات كلها، وده باين جدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. احنا دايما اسعارنا بنحافظ عليها ان احنا نبقى اسعار في متناول القراء كلهم. المتوسط يقدر يشتري الكتب بتاعتنا والغني يقدر يشتري الكتب بتاعتنا. فحضرتك التنوع الكبير في عدد صفحات الكتب وعدد الكتاب اللي بيكتبوا عندنا، بتلاقي كتاب مثلا 200 صفحة، بتلاقي كتاب 300 صفحة، بتلاقي كتاب 500 صفحة، في تنوع، وبالتالي في تنوع في السعر. الكتب الورقية ستظل هي المتربعة على عرش القراءة في مصر والعالم العربي كله والعالم كله. الكتب الورقية هي متعة القراءة، تختلف عن المسموعة الإلكترونية، لأن الكتاب كتاب. يعني أنت بتاخد الكتاب، كنا منزلين كيف تقرأ، كيف تقرأ، متى تقرأ، أين تقرأ، فكانت في كل الأحوال في كل الأماكن أنت بتقرأ في كتاب ورقي. لكن بيصعب أن أنت تفضل ماسك تليفون تقرأ فيه قصة 500 صفحة. لا طبعا القراءة الورقية ستظل هي المتربعة على عرش القراءة في العالم كله. في دور نشر كتيرة جديدة ما عندهاش البعد بتاع ان هو يجي يعني ينتج حاجة لمؤلف سبق ليه انتاج اكتر من كتاب، وخدوا رأي القراء والجمهور في اللي هو كاتبه قبل ما يبتدي يطبع. المسؤولية هي لجان، تشكل لجان تخش عليها الكتب بتاعت الكتاب الجداد، واللجان دي تفرز الكلام ده كله وتختار أحسن مجموعة ممكن تطبع عند الناشرين اللي عارفين إزاي يطلعوا الكتاب بسعر كويس بصورة كويسة، ويدخلوا جيل جديد من المؤلفين قادرين على إن هم يرضوا القراء بتوعهم. أنت عشان تبقى مثقف لازم تقرأ، وتقرأ من الصغر. يعني إحنا كان في كتاب كيف تتعلم القراءة، ده لازم ان الاولياء الامور هم المسؤولين عن ان هم يدخلوا اولادهم في مجال القراءه من وهم صغيرين، يطلعوا بيقروا، لان بدون قراءه انت غير مثقف. انت بتاخد حاجات في المدرسه ما هياش هي الثقافه العامه هي في الكتاب. انت في كل نواحيك كل واحد ليه مجال بيقرا فيه، يعني في ناس بتحب القراءه السياسيه، في ناس بتحب القراءه الرعب، في ناس بتحب الرومانسي، في ناس بتحب كذا. كل واحد ليه هوايه بيقرا فيها. المهم انه يقرا، تقوي لغته وتخليه مدرك للحياه كلها من القراءه. بدون قراءه انت غير مثقف. الكتاب الورقي ده يعني شيء لا يمكن اختفائه ولا يمكن يتوارى أبدا، لأنه مرتبط بالنواحي الإنسانية والعاطفية لدى القارئ. يعني القارئ يحب أن يمسك الكتاب وأن يعني يلمس بإيده وبمشاعره الأوراق ويرى الحبر ويتنفس هذا الحالة. هي حالة. طبعا الكتاب الإلكتروني ساد وطغى، وبقى طبعا شأن كل شيء إلكتروني أصبح حقيقة وأمر واقع. لكن هل هيؤدي للكتاب الإلكتروني وليه قراءه؟ طبعا ليه قراءه من الشباب ومن اليافعين والأصغر سنا وحتى من الكبار، لكن أنا لا أعتقد أنه هيقضي على الكتاب الورقي، لأن زي ما قلت حضرتك الكتاب الورقي ده شيء إنساني، يعني شيء بيحسسنا إن إحنا في صحبة كده جميلة. يعني أنت وأنت مسافر في الطيارة أنت معاك كتاب، بتحس كده إنه ونس، وأنت قاعد على البحر بتبقى حابب الكتاب الورقي أكتر، بيديك مشاعر إنسانية يمكن بتناسب الكتاب أو الرواية، خصوصا الإنتاج الأدبي الورقي بيبقى ليه كده. والدليل على كده إن معرض الكتاب
في الوسائط كلها، في الوسيط الورقي في الوسيط الإلكتروني، ولكن هم الاثنين ليهم كل منهما له قارئه وله محبين. أنا عن نفسي أنا بحب الكتاب الورقي، يمكن لأني ارتباطي العاطفي بالكتاب بدأ من طفولتي حتى الآن، ولأني كاتبة وقارئة يعني في ارتباط بالكتاب الورقي. لا أعتقد أن هو ينتهي. طبعا في مشاكل كبيرة بالنسبة للكاتب الجديد اللي بينشر لأول مرة، لأن دور النشر بتسعى إلى الأسماء المعروفة، وعكس يعني كل دور النشر احنا بننتهج نهج مختلف تماما، احنا بنسعى إلى الأسماء غير المعروفة. وده الحقيقة دي استراتيجية الدار من أيام الأستاذ حمدي مصطفى رحمه الله، أن هو كان عنده هواية اكتشاف الموهبة، الجري ورا الموهبة والإمساك بيها وتنجيمها، يعني يحطها في السبوت في موقع الضوء وتحت الضوء وبيتبناها مش بينشر لها يعني. وده واجب الحقيقة دور النشر كلها، ان احنا نحيي الثقافة ونحيي الإبداع. تقدم لنا 1800 متسابق من كل الدول العربية في 4 فروع، ولجان تحكيم من قامات كبيرة جدا شاركت في التحكيم. أنا ما كنتش منهم عشان الحياد وعشان ما نضربش مصداقية الجائزة، وطلع منها أعمال مهمة جدا. 12 الفائزين في المعرض السنة دي، والقائمة الطويلة إن شاء الله كلها هتنشر تباعا خلال السنة، خلال 2024. الشباب محتاج يقرأ اللي هو بيحبه الأول، يبدأ باللي هو بيحبه. أنا على فكرة مش مع إن أنا أحط يعني لستة بالأعمال، لأ، حتى لو بيحب يقرأ خيال علمي يقرأ، رعب يقرأ، نوفلز روايات يقرأ، قصص قصيرة، المهم يبدأ عادة القراءة. وعادة القراءة عنده هي اللي هتنمي يعني استعداداته او يعني معرفته بالعالم ده، العالم الساحر اللي هو عالم الكتاب وعالم المعرفة. ده مش بيبدأ من الأول بلستة، لو ادينا له لستة يقرأ ايه هو مش هيقرأ، يعني يحس انها زي مقرر المدرسة. فاحنا بالعكس القراءة لازم تكون الصديق، ولازم تكون الونيس، ولازم تكون المسلي، والشيء اللي هو بيجد فيه متعة. فأنا رأيي ان أي قارئ يقرأ أي لون بيحبه، المهم انه يبدأ بالقراءة ويديلها حتى ربع ساعة في اليوم، مش هقول أكتر من كده، يبدأ بربع ساعة بس يثبتها في يومه قبل ما ينام، في بريك مثلا في وسط النهار، في أول النهار، لكن يجعل القراءة عادة. دي اللي أنا بنصح بيه الشباب كله، أو حتى اللي قبل الشباب الأولاد الصغيرين، إن هم يحطوا القراءة مكون أساسي في يومهم، في الجدول اليومي بتاعهم. هذا الجمهور محترم ويستحق ان احنا ننتج له اعمال، وان احنا نتعب في انتاج محتوى قيم، لان هذا الشعب قارئ. والدعايه او الاكذوبه اللي بتقول ان احنا شعب غير قارئ، لا، احنا شعب قارئ وعريق. واتمنى ان احنا دايما معرض الكتاب يبقى فعلا موسم او مناسبه لا تتوقف مهما كانت الظروف، هذا المحفل الثقافي الكبير شيء محترم وشيء جميل، وشيء بيرجع لنا الثقه في ان شعبنا شعب مثقف بالفطره. احنا شعب مصري، يعني حضاره فرعونيه وحضاره اسلاميه وحضاره قبطيه، في لايرز، في كذا طبقه من طبقات المعرفه والعلم والثقافه، واحنا محتاجين ان احنا نحيي هذه الروح تاني من خلال المعرض الكبير بتاعنا الام ومعارض تانية طول السنه ان شاء الله. المشاكل اللي بتواجه الشباب في النشر يعني ممكن تبقى كتيره جدا، بدايه من اختيار دور النشر اللي تقدر ان هي تدعمهم وتقدم شغل على منافسه قويه جدا، لان دلوقتي السوق بقت شرسه وبقت عايزه ناس صاحيه ومصحصحه وبتعمل مجهود في من اول الطباعه، الاغلفه، الدعايه، التوقيع. لكن يعني انا افضل ان الكاتب ان هو يركز على شغله هو نفسه، ان هو ازاي يطلع محتوى تنافسي وممتاز، وبعد كده دور النشر بتبقى مستعده ان هي تتبناه بمنتهى السهوله. المواضيع اللي ممكن الشباب القراء يكون محتاجها هي يعني متنوعه بتنوع ما شاء الله عندنا 100 مليون مصري وعندنا في العالم العربي، فاحنا لازم نقدم محتويات متنوعه، لان احيانا بتطلع موجه معينه
موجة كتابة الرعب مثلا، موجة كتابة مجال معين، أو برضو على مستوى السينما بيبقى نفس الكلام. فلو في موضوع محدد نخلي كل الناس تكتبه بعدم احترافية. فالأفضل إن احنا نقدم موضوعات متنوعة جدا وشاملة لكل المجالات، فبالتالي هيبقى قدام الجمهور نرتقي بذائقته ان هو يروح لحاجات ممكن يكون ما كانش فكر فيها قبل كده بسبب الانتشار بتاع نوع معين. يعني احب ان انا اتميز في كتابة الرعب من منطلق تاني، ان هو مش من باب التخويف. ادب الرعب هو الادب اللي بيهدف للتخويف. انا وجهة نظري واللي اتعلمتها من اساتذتي ان لا، هو ادب الرعب اللي بيهدف لكسر المخاوف، انك تكون انسان اقوى لما تقرا قصه رعب وتشوف ازاي رحله البطل ان هو قدر ينتصر على مخاوف خارج حدود الطبيعه وخارج الكون وخارج اي مشكله انت ممكن تقابلها في حياتك اقوى منها، ومع ذلك قدر ينتصر عليها بخطوات بسيطه منطقيه، وقدر يوصل لنتيجه تكون مقنعه للقارئ اللي هو توحد في رحلته مع البطل. فبالتالي هو كمان يقدر يعمل ده، خصوصا ان الرعب من الانواع هي صحيح خياليه ولكن مش خياليه منفصله عن الواقع تماما. يعني مثلا الفانتازيا هو عالم بالكامل خيالي مع عنصر واقعي اللي هو البني ادم اللي بيسافر الرحله الخياليه في العالم الخيالي ده، مثال افاتار مثلا. يعني هو العالم بالكامل فانتازي وخيالي وفي عنصر واقعي اللي هو البطل. في الرعب مثلا وبعض الانواع الثانيه بيبقى العكس، انا عندي الارضيه بالكامل واقعيه وعندي بس المشكله هي دي او مصدر الخطر هو اللي بيكون من خارج العالم. فبالتالي انا بتعامل مع مفردات بشريه جدا في الخطوات اللي باخدها لحل المشكله، ولذلك بعتبر ان ده انتصار لما فعلا بيقدروا. ده مش اي نوع من الرعب، ده نوع من الرعب بيسمى الرعب البناء. الكتب الالكترونيه والورقيه والمسموعه 3 وسائط مختلفين تماما عن بعض، ودايما كان يتقال لما يطلع وسيط جديد ان هو هيغطي على الوسيط الاولاني او هيطغى عليه، الاذاعه والتلفزيون، السينما، الجرنان الورقي والجرنان المطبوع والجرنان الالكتروني. ولكن الحقيقه ان مفيش حاجه بتغطي على حاجه، وده بيبقى له جمهور وده بيبقى له جمهوره، وفي الاخر كل ده ثراء للحركه الثقافيه واحنا محتاجين ده. ويعني من مصلحه القارئ والناشر والكاتب ان يبقى فيه تنوع في المجالات. انا بدات اكتب في الاردن بس ما حسيتش سوق الأردن زي ما أنا كنت راسم ببالي. حسيت السوق المصري فيه أصدقاء إلي عرفتهم أونلاين، في ناس أنا كنت أقرأ لهم من زمان، في دور نشر قوية ممكن أنا أشترك معهم ويقبلوني، وشوي شوي رواية ورا رواية، كتاب ورا كتاب، أنا حسيت أنه أنا كونت جمهور إلي في القاهرة، يعني ممكن يكون حتى أكبر من جمهوري في الأردن، لأني بحب القاهرة، بحب مصر، بحب الكتابة مع الناس اللي هون بالذات. المحتوى اللي بالكتب تبعتي أو بالروايات فعليا ما بتكون ضمن بيئة محددة. لما بلشت كانت الكتابة محايدة، مش تابعة لبلد معين أو مدينة معينة. لاحقا صرت لما أنشر في مصر أكثر أحاول أنوع ما بين البيئة، مثلا أحيانا بيئة أردنية حسيت القارئ المصري ممكن يحب يشوف الأجواء تبعتنا، كيف الناس عايشين، كيف المدينة، كيف كذا. وصرت برضو أعمل بعض الأحداث ممكن تصير في مصر من باب برضو تقريب أو اللوكاليزيشن أكثر المصري، إشي برضو أنا ممكن يكون تجربة جديدة مختلفة معي. الكتب الإلكترونية مش إنه خطر على الكتاب الورقي، لا هي مكملة، يعني لن ينتهي دور الكتاب الورقي إطلاقا. في ناس عشاق الورق هدول لو تجيب له كل تطبيقات وابلكيشنات العالم هو مهتم وبحب الكتاب الورقي. الإلكتروني مكمل وماشي مع الثورة الرقمية العظيمة اللي احنا فيها. أنا في المواصلات، أنا في القطار، أنا في الطيارة، أنا على البحر، أنا معاي ابلكيشن أو موقع أو كتب إلكترونية بتسلى وبقرأ براحتي، فهو مكمل مش جاي ياخد مكان. أعتقد أنه الكتب المسموعة فيها إنقاص نوعا ما من قيمة الكتاب المكتوب، لأنه يعني هو كتاب مسموع فأنا مش حكون مركز معاه زي لما أقرأ. أنا لما أقرأ كتاب أنا معاه في كل حواسي. كتاب مسموع أنا معاه بحاسة واحدة بس، ويمكن أنا فعليا وأنا بشوف هذا الإشي في ناس بيسمع الكتاب وهو مشغول بإشي تاني، فبيكون يعني موزع ما بين ألف وما بين الرواية أو الكتاب الصوتي وما بين الإشي اللي بيعمله، فالتركيز بيكون راح 60-70% منه. فلا، أنت بدك تقرأ كتاب، أعتقد رأيي الشخصي مكتوب حيكون أفضل. الشباب العربي الآن أنا بشوفه بحالة كقراءة يعني لا يحسد عليها. الوضع زمان كان أفضل بكتير، حاليا الوضع مليان مشتتات. يعني أنا زمان ما عندي مشتتات كتير، شوية ألعاب صغيرة، قناة تلفزيون، برنامج صباحي وبرنامج مسائي للأطفال. باقي الوقت أنا ممكن ما في إنترنت زي اليوم، ما في سوشيال ميديا زي اليوم، ما في أبليكيشنز تضيع وقت زي اليوم.
فأنا زمان أنا قدامي بدي أقتل الملل، ما بدي أصحاب وحارة وشارع، أنا لا دخلت في القراءة بقوة يعني. حاليا أنا بعاني حتى على مستوى مع أطفالي. ليه؟ لأنه كمية المشتتات اللي قدامهم هائلة. حاليا تحدي أنك تخلي حد يقرأ ويستمر في القراءة هذا إنجاز كبير حاليا. فأنا حاليا أنا بستمتع جدا وبكون جدا فخور لما أشوف أي حد بقرأ، حتى لو على مستوى بتقرأ رواية أو روايتين بالشهر. هذا بالنسبة لي إنجاز مع كم الملهيات المهول اللي إحنا فيه حاليا. فالله يكون بعون أي حد بصراحة بده يقرأ حاليا، لأنه حتى إحنا كتاب أو قراء عتيقين برضو أحيانا تاخذنا الحياة وبلهينا الملهيات الموجودة، بتلهينا عن الإشي اللي لازم نعمله كقراءة. مصر مش بس بوابة لكاتب يطمح في النجومية، هو حتى لفنانين، هو حتى لمطربين، هو حتى لممثلين. مصر بوابة لجميع الفنون. وأنا لما نشرت روايتي الأولى في الأردن قلت لا، هي حتكون هذا عملي الأول والأخير سيكون في الأردن، ما بعد ذلك كل الأعمال إن شاء الله حتكون في القاهرة. أنا نجحت في القاهرة، أنا حنجح في أي مكان آخر. وهذا لا ينطبق بس على الكتابة زي ما حكيت، هذا ينطبق على جميع أنواع الفنون. الشباب اللي هم الولاد السن اللي هو ال 15 17 بيميلوا اكتر للرعب والفانتازيا، بس الرعب في المقام الاول. البنات بيكون عندهم يعني مرونه اكتر في الانواع. بقى في بنات بتحب الرعب بس ما زال في بيميلوا اكتر للفانتازيا، للاجتماعي، للرومانسي، حاجات فيها رحلات، فيها معلومات. البنات بيكون عندها مرونه في انواع اكتر، انما الشباب الولاد بيفضلوا اكتر الرعب. ترجمه الكتب شهدت طفره رهيبه جدا في ال5 سنين الاخيره بالذات. ابتدت كل دور النشر في مصر تهتم بان يكون عندها جزء شق من الكتب المترجمه من الادب العالمي الحديث. يعني كان قبل كده الميل لترجمه الادب الكلاسيكي القديم، دلوقتي في اهتمام بعرض الادب بتاع الدول المختلفه كمان، ودي حاجه جميله قوي. يعني بقيت تقدر تتعرف على ثقافات الدول الاخرى. انا بالنسبه لي كمترجمه كتب أنا بميل للترجمة الأدبية مش ترجمة الكتب العادية. يعني بميل للترجمة الأدبية بحكم كوني مؤلفة، وبختار طبعا أنا بترجم إيطالي وإنجليزي، بختار الروايات اللي ممكن تكون قريبة لثقافتنا العربية ما تعملش تصادم معاها. يعني بحاول أختار إنها تكون مفيدة وجميلة وممتعة وفي نفس الوقت مش صادمة أخلاقيا. المترجم اللي بيشتغل في الترجمة الأدبية بالذات يعني كل ما كان مؤلف وعنده حس أدبي ده بيديله أدفانتج وبيديله ميزة، ودور النشر بتفضل المترجم المؤلف. أنا بهتم إني أقدم للقارئ حاجات تفيده وتمتعه في نفس الوقت. كتبت في الفانتازيا التاريخية، كتبت في الكتابات الاجتماعية، كتبت في الرحلات برضو كتبت. فأنا بحاول أتنوع. كتبت في يعني كل كتاب بعمله بحاول إني أقدم للقارئ نوع أدبي مختلف ويكون ممتع في نفس الوقت.